يسرنا اليوم نعلن عن توقيع عقد بامتد ل3 سنوات مع الحسين عموتة، ونتمنى له ولجهازه المعاون كل التوفيق والسداد في مهمته القادمة. أمنياتنا بالتوفيق كابتن، ومنرحب فيك وبالحضور الكريم. توفيق كابتن، ومنرحب فيك وبالحضور الكريم. أول شيء مساء الخير، ويمكن أود أن أبدأ يعني مداخلتي يعني بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم يعني سمو الأمير علي وجميع أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم يعني في شخصي وفي المجموعة ستاف اللي ممكن يعني يدير يعني شؤون الكرة، خاصة يعني الفريق الأول لكرة القدم الأردني. طبعا كلنا متحمسون وكلنا إرادة إن شاء الله أننا لتحقيق نتائج إيجابية من خلال يمكن أول استحقاق يعني مهم اللي هو كأس آسيا في شهر 1 بقطر، وطبعا أن منتخبنا الأردني أنه يكون متواجد يعني بكأس العالم 2026. نتمنى أنه الكل يعني لا يبخل بالمجهودات وبالتركيز وبالدعم المطلوب حتى يتسنى لنا تحقيق يعني نتائج إيجابية يعني تليق بالطموح الكبير للمسؤولين والجماهير الأردنية واللاعبين والأطر يعني التقنية إن شاء الله التي تشرف على هذا المنتخب. تقول للجمهور الأردني شكرا. أول شيء شكرا على الترحيب والدعم، وطبعا أثق كلكم على أننا كنا إرادة، وأنا سأكون يمكن أول السعداء بالتواجد بكأس العالم مع المنتخب النجمة. طبعا أتمنى أننا نكون في الموعد وأننا يعني نفرح الجماهير يعني الأردنية، وثقوا على أساس أنه سنبذل يعني كل المجهودات على أساس أننا نكون إن شاء الله في المقدمة، ويكون يعني الفريق الأردني يعني منتشي من فوز إلى فوز، وأننا إن شاء الله نكون بكأس العالم. طبعا أتمنى أنه الكل يكون داعم للمنتخب، لا لاعبين ولا أطر تقنية ولا إدارة ولا أنتم يعني كصحفيين ولا جمهور، وإن شاء الله المهمة لن تكون صعبة ولن تكون سهلة في نفس الوقت، فقط يجب أن نثق بالإمكانيات اللي هي موجودة وأن نسخرها يعني بالشكل الإيجابي حتى يتسنى لنا تحقيق يعني الهدف. أخيرا شاهدناك بالمؤتمر وانت داخل مع الكابتن عبد الله ابو جمعه، هو مدرب المنتخب تحت 23، مما يعني انه في هناك سيكون مدرسه للمنتخب الوطني او نهج على باقي المنتخبات حتى يكونوا بالمستقبل رديف للمنتخب الاول. شكرا. هو طبعا يعني وجودي اليوم ليس يعني لوضع استراتيجيه يعني في العمق لتغيير يعني الكره، يعني ما شاء الله يعني ما يقوم به الاتحاد يعني الاردني لكره القدم وما قام به يعني استاف ديال الكابتن عدنان الحمد اللي هو بالمناسبه صديق واخ عزيز محترم جدا جدا. فنحن هنا ليس لتغيير يعني الاشياء يعني في العمق، ولكن يمكن للمساعده ولا الاضافه، ولكن اللي هو مهم هو انه نمتلك الحماس يعني الكافي لتحريك يعني الامور. أنا أظن أنه يجب أن نتعاون مع جميع مكونات يعني الإدارة الفنية، مدربين ديال أقل من 23 أقل من 19 أقل من 17، على أساس أنه المصلحة العليا هي أنه المنتخب الأول يكون يعني بخير ويفوز ويتأهل لكأس العالم. طبعا بالنسبة للطاقم الفني الذي سيكون يعني موجود معنا، يعني يمكن اولهم اللي حاضر معايا هو المساعد الاول اللي هو مصطفى الخلفي، واللي كان دائما يشتغل معايا يعني منذ فتره، وهو لاعب دولي سابق مغربي ومدرب اصلا مدرب يعني درجه اولى يعني في المغرب. طبعا الستاف سيكون حاضر ان شاء الله بتاريخ 19 او 20 في هذا الشهر لحضور اول مباراه رسميه ديال السوبر كوب اللي ستكون اظن في تاريخ 21. نعم. الاسماء ممكن يعني نعطوها لكم يعني بعدين. بالنسبه يعني البرنامج يعني التفصيلي، احنا بصدد يعني الاجتماع مع مدير المسابقات، وعلى اساس انه يمكن هذه الفتره اللي حددها الاتحاد يعني مع الكابتن عدنان لن نغير فيها شيء، باعتبار انه صعب انك يعني توجد مقابلات يعني اللي هي دوليه. يعني المقابله اظن النرويج واوزباكستان ستكون يعني سنحافظ على نفس البرنامج، وربما ستكون هناك تغييرات بسيطه، ولكن المعلومات يمكن توصل لكم يعني في الوقت المناسب. اول شيء هو انه كانت عندنا اراده، رغم انه في اخر شهر انا كنت على راس نادي الجيش الملكي اللي فاز بالدوري المغربي، لكن انا كنت مخطط على انني اغادر المغرب، لأنه كانت عندي خطط أنني أشتغل يعني بدول الخليج. طبعا أنا وجدت بعض يعني الاجتماع يعني يمكن 3 مرات على أساس أنه مشروع تدريب المنتخب الأردني مشروع اللي هو جيد جدا، وطموح يعني الاتحاد الأردني يتماشى أو يتلاقى مع طموحي
لانه طموحنا احنا اليوم هو اننا نكون موجودين بكاس العالم، اننا نقدم مستوى جيد بكاس اسيا، وبالتالي الاقتناع بهذا المشروع كان شيء عادي جدا، وتم الاتفاق على كل شيء على اساس انه ندير يعني شؤون الفريق الاول يعني ابتداء من هذا الشهر ان شاء الله. يمكن احنا كل مرحله لها خصوصياتها، وفي المرحله السابقه ومع كابتن عدنان حمد كان الهدف الرئيسي انه نحسن تصنيف المنتخب الوطني الاول، يكون في استقرار ونحسن التصنيف. في عام 2023 كان الهدف انه نحضر معسكرات ومباريات وديه للمنتخب الوطني الاول عشان تثري الاداء الفني، وزي ما شفتوا نحن معظم بطولاتنا هذا العام مع فرق اوروبيه. انتهاء عقد عدنان حمد ب 30/6 لم يتم التجديد للكابتن، لانه احنا شايفين هلا بدنا ندخل على مرحله ثانيه باهداف اكثر اتساع وبطموح اكبر. نكون صريحين، الاتحاد كان جريء بهذا القرار، هو قرار مدروس بموافقة الهيئة التنفيذية وبتوجيه من سمو الأمير علي، لأنه نحن مقبلين على تصفيات كأس العالم يلي بتبلش بشهر 11، لكن إذا بدنا نكون جادين، التغيير هو الآن عشان نعطي الكابتن فرصة كافية يتعرف على الفريق ويقدر يقدم الأداء كويس. يمكن أول محطة رح تكون نحن واثقين إنه إن شاء الله نتخطى المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم هذا العام، و2023 آسيا حتكون هي الفرصة الحقيقية للكابتن يعرف لاعبينه، وارتقينا انه العقد يكون لمده 3 سنوات، لانه عشان نقدر نعمل نتائج بدنا الوقت الكافي والاريحيه مع هذا المنتخب، ونحن جاهزين نقدم كل ما بيحتاج. احنا ان شاء الله من خلال يعني ستاف اللي يكون موجود يعني سنتابع يعني كل الخصوم، يعني بداية أول حاجة يعني بالفريق الأردني واللاعبين تكون عندهم متابعة يعني جيدة في العمق، وستكون متابعة حتى للخصوم على أساس أننا يعني ناخذ القرارات والتكتيك أو الفلسفة اللي ممكن نشتغلوا عليها، على أساس أنه منتخبنا يكون يعني في المقدمة ويحقق يعني ما يصبو إليه يعني كل المتتبعين والمشجعين. نتمنى هو أنه يعني تأثيرنا على اللاعبين في تغيير بعض الأشياء اللي هي تتعلق بكرة القدم فقط، وليس يعني بالتواجد لا بإفريقيا ولا بآسيا ولا بأوروبا. يعني هناك التزامات هجوميه والتزامات يعني دفاعيه، التزامات مع الانديه على اساس انه تخلي انه اللاعب يكون جاهز على انه يمثل المنتخب الاردني حتى يحقق يعني النتائج الايجابيه. وسائل الاعلام اكيد داعمه للجميع، فلا بد ان يكون الوصول بعيدا في كاس اسيا والتاهل الى كاس العالم على ثقه تامه بالمدرسه المغربيه، واكيد يا ريت كمان نستفيد من المدرسه المغربيه والتونسيه والجزائريه بالاستعانه باللاعبين بالخارج. لدينا لاعب ومواهب بالخارج غير المحترفين، لاعبين مغتربين. يعني نتذكر لاعب يوسف قشي 19 عام يتدرب حاليا مع نادي بايرن ميونخ الالماني، احمد بني مصطفى نجم نادي دينامو بوخارست الروماني. يا ريت يكون الاستعانه بهؤلاء اللاعبين الاستفاده لهم بالمنتخب الوطني. السؤال هل سيكون هناك مدرب وطني ضمن الجهاز الفني التدريبي في منتخبنا الوطني؟ وشكرا. شكرا لكل الدعم. صراحه يعني كلمات يعني تخلينا اننا نكونوا فخورين بالتواجد اليوم هنايا، واننا نتحمل يعني مسؤوليه التدريب يعني المنتخب. وطبعا اللائحه كيف ما تفضلت وقلت انه اللائحه مفتوحه. طبعا انا عندي علم من خلال يعني اليومين اللي تواجدت فيهم يعني بالاسماء اللاعبين اللي موجودين بستوات بوخارست وبايرن ميونخ، لاعبين شباب، واحنا ان شاء الله يعني سنبدا يعني الاتصالات يعني مباشره عن طريق يعني الاتحاد والمسؤولين، على اساس اننا يعني نخلق ادوات التواصل حتى نستفيد